رجعنا لكم بفيديو تصليح جديد، لكن المرة دي مع وحش إيطالي من فيراري. العربية عاملة حادث شديد من قدام، فإعادة تصليحها هيكون صعب شوية. فاستعدوا عشان هنشوف تصليح فيراري 488 موديل 2015. وقبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان تتابع تعديل وتصليح السيارات. ويلا بينا نبدأ. تصليح عربية فيراري أو أي سوبر كار عامة بيكون تحدي صعب، فمهم جدا إن المحرك يكون سليم. فعشان كده أول حاجة هيعملها قبل استلام العربية هي اختبارها والتأكد إن المحرك شغال. فعلى طول بدأ يجرب المحرك. Fire in the hole! Yes! Yes, it starts! المحرك بيشتغل معاه بدون أي مشاكل. فبعد كده هيبدأ إنه ينقل العربية للجراج. هيستخدم شاحنة نقل كبيرة، ولكن مع إن العربية بتتحرك إلا إنه مش عاوز يجازف بيها. قبل ما بيبدأ شغل التصليح الأول بيغسل العربية، بعد كده بيدخلها جوه الجراج وبيرفعها. الخطوة الأولى هي إزالة باقي القطع الملحومة من الجزء الأمامي من الشاسيه. فعلى طول بيفك البراشيم اللي موجودة. بعد كده بالصاروخ بيقطع اللحام الموجود، وباستخدام الشاكوش هيدق ويشيل القطع الزيادة. بعد كده هيبدأ مرحلة استعدال الجزء ده في محاولة إنه يرجعه لمكانه السليم. طبعا في البداية لازم يسخن الجزء ده عشان يقدر يحركه بكل سهولة، مع تكرار العملية دي في الجهتين وإعادة ضبط القوايم بشكل صحيح. بعد كده هيجيبوا الكراش بار الجديد وهياخدوه وهيركبوه مكانه. أثناء عملية التركيب لازم يتأكدوا إن الأبعاد مظبوطة زي ما بتنزل من المصنع. إعادة تصليح سيارة غالية زي دي لازم يكون دقيق جدا، وده عشان أي جزء غلط فيها ممكن يؤدي لكارثة كبيرة. بعد ما اتأكدوا إن الأبعاد مظبوطة 100%، أول حاجة هيركبوا غطاء المحرك. بعد كده هيجيبوا الإكسدام الأمامي وهيركبوه مكانه بدون أي براكتات. هنا تركيب بس هو لمجرد إنهم يتأكدوا إن الفراغات مظبوطة وإن المسافة من غطاء المحرك والإكسدام الأمامي مظبوطة ومفيش أي فراغات زيادة. وهنا طبعا كل حاجة بتبان إنها سليمة 100%، مفيش فيها أي مشاكل. طبعا الشغل ده لسه كتير جدا، حتى داخلية السيارة ما سلمتش من الحادث. هنا كل الإرباجات اتفتحت وتغييرهم هياخد وقت طويل. أول حاجة بيبدأ بالإرباج الموجود في طارة القيادة. أولا بيشيل كلبسات الفيش بتاعته، بعد كده بيجيب الجديدة وبيركبها مكانها. طارة القيادة بتاعت عربات الفراري دايما جميلة جدا. بعد كده بيشيلوا الإزاز الأمامي. الإزاز الأمامي هنا اتأثر بالحادث واتكسر، ولكن مهم جدا قبل ما يركبوا الإزاز الجديد لازم يصلحوا الإرباك الموجود في الداشبورد. على طول بيشيلوا الداشبورد من مكانها. بعد كده بيشيل فيش الإرباك وبيصلحهم وبيجيب الجديدة وبيركبها مكانها، وبكده يبقى الإرباك اتصلح. بعد كده هيرجع يركب غطاء المحرك تاني مكانه، وهيبدأ بتجميع كل الكولرز والمراوح بتاعتهم عشان بعد كده هيركبهم. أول حاجة بيركب الإكسدام الأمامي مكانه، وهنا هما بيثبتوه عشان هيركبوا البراكتات بتاعته. بعد كده هيبدأوا يلحموا البراكتات بتاعته في الشاسيه. طبعا البراكتات القديمة مع الإكسدام اتكسروا في الحادث، فهنا الإكسدام الجديد بيجي بالبراكتات بتاعته. هيلحموا الجهتين وكمان هيركبوا الشبك اللي بيكون موجود في الإكسدام. بعد كده بيعيدوا الحام على كل الأجزاء دي عشان تكون قوية وما تتكسرش بسهولة. هنا الشغل مش لازم يكون زي ما بينزل من المصنع، ولكن مهم جدا إن عامل السلامة يكون موجود. بعد الانتهاء من تركيب الإكسدام الأمامي، بعد كده هيركبوا المصابيح الأمامية، وطبعا دي خطوة مهمة جدا لازم يعملوها والإكسدام متركب مكانه عشان يتأكدوا إن الفروقات مظبوطة ومفيش فيها أي مشاكل. بعد كده هيشيلوا الإكسدام من مكانه، وكمان هيشيلوا المصابيح الأمامية. بعد كده هيشيلوا لوجو فراري من على الإكسدام، وكمان هيشيلوا كل حاجة موجودة في الباب. هيشيلوا الزجاج وكمان أكر الباب الخارجية والداخلية، وكمان هيشيلوا المرايات وكل فرش الباب الداخلي. بعد كده هيشيلوا العجل الخلفي وهيشيلوا بطانة العجل. بعد كده هيشيلوا الاكسدام الخلفي، وبعدها هيشيلوا المصابيح الخلفية. كل ده عشان العربية هتدخل في مرحلة الطلاق. بعد كده هيصنفروا العربية كلها. بعد كده العربية هتدخل في مرحلة الطلاق. طبعا مرحلة الطلاق بتتم على كذا مرحلة، وده عشان العربية تاخد لونها المعتاد. بادي العربية الأساسي بيترش باللون الأحمر، وطبعا سقف السيارة بيترش باللون الأسود، وده هو المعتاد في معظم سيارات فيراري. بعد كده بياخد العربية وبيرجع بيها على الورشة، وهنا بيقرر إنه يسوقها ويرجع بيها عشان يتأكد إن المحرك والجير بوكس مفيش فيهم أي مشاكل. بعد كده هيرجع يجمع كل حاجة شايلها تاني من الأبواب. هيركب الزجاج مكانه وهيركب البطانة الداخلية كلها.
طبعا البطانة الداخلية لسيارة الفراري بتكون فيها قطعة كبيرة جدا من الكربون فايبر، بتدي شكل جميل جدا للسيارة من جوه. وكمان بيركب المقابض الخارجية، وبيركب الزجاج الجانبي الصغير، وكمان بيركب المرايات. بعد كده بيركب السبويلر الخلفي. هنا السبويلر بيكون مدموج مع البادي، ولكن الجزء ده بيكون منفصل لوحده. بعد كده بيركب المصابيح الخلفية. المصابيح دي هي علامة من علامات فيراري. بعد كده بيركبوا الاكسدام الخلفي مكانه، وكمان بيركبوا الديفيوزر. ندخل بقى على الجزء الأمامي. أول حاجة بيركبوا المصابيح الأمامية، بعد كده بيركبوا الاكسدام الأمامي مكانه. هنا كل حاجة رجعت زي ما كانت، ولا كأن السيارة حصل فيها أي حاجة. بعد كده بيركبوا العتب الجانبي، وهنا العتب الجانبي مترشش مع السيارة لأنه ما كانش فيه أي مشاكل. بعد كده بيركبوا البطانة الداخلية للعجل الخلفي، وبعدها بيعيدوا تركيب العجل مكانه. وطبعا في النهاية بيركبوا الإزاز الأمامي. كده تبقى السيارة بقت خلاص جاهزة، رجعت زي ما كانت في الأول. وفي النهاية لازم السيارة تاخد غسلة سريعة عشان كل التفاصيل الجميلة تبان. وبكده تكون الفراري 488 رجعت تاني، العربية اللي مجرد ما تبص عليها تفهم يعني ايه إيطاليا قررت تعمل وحش على الأسفلت. محرك ال V8 تيربو، العربية دي صوتها يجنن وتصميمها يخليك تركز معاها بشكل كبير جدا. لو حبيت الشغل اللي حصل على الفراري ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتقول لنا تحت في الكومنتات ايه العربية اللي نفسك تشوف لها فيديو تصليح. وما تنساش تشوف الفيديوهات دي عشان هتعجبك قوي، واعمل شير للفيديو ده مع اصحابك. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.